اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا الاستاذ محمد القدادي والاستاذ خالد قاضي هم ضيف هذه الحلقه. الفيصلي والهلال، تقرير للزميل عادل التركي. هلال يطل في الجولة الخامسة، وعنابس دير يعد العدة لضيوفه في مباراة من الجولة الخامسة بدوري زين السعودي للمحترفين. الهلال يحل ضيفا ثقيلا على فريق الفيصلي على استاد مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية. فرقة الألماني توماس دول تدخل اللقاء وهي منتشئة بفوز على الأهلي برباعية أعادت الروح الزرقاء للميدان. نقاط 3 هي مطلب لا يمكن العدول عنه للهلاليين. عناصر قوية في الخارطة الزرقاء قد تصنع الفارق في أي لحظة. صانع الألعاب الكاميروني إيمانا، والمهاجم المغربي يوسف العربي، ولاعبي الوسط أحمد الفريدي ومحمد الشلهوب، مع انتظار بحضور أول للاعب المحور المغربي عادل هرماش في المباراة الرسمية الأولى له. الجماهير الزرقاء موعودة بمتعة في المستطيل الأخضر. الفيصلي صاحب المركز السادس برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وخسارة وتعادلين. يدخل هذا اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور. أبناء الكرواتي زلاتكو أعدوا العدة لاستقبال فريق الهلال والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية. عنابس دير قادر على صنع المفاجأة في لقاء الغد بوجود عناصر مميزة أمثال الهداف بدر الخراشي والكرواتي داريو جريتك والسوري وائل عيان، إضافة إلى مجموعة منظمة في الميدان. الكل ينتظر الحوار الخاص بين الألماني توماس دول مدرب الهلال والكرواتي زلاتكو نجم الساحة الإعلامية في الأيام الماضية.